مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وإليكم عناوين هذا الفيديو. خبر سار لعشاق برشلونة: ويليامز يصل إلى برشلونة ويوقع على عقد الأحلام، وخافير تيباس يضع برشلونة تحت الضغط. أخطاء الموسم الماضي لن تتكرر. برشلونة يشتعل. صفقة نيكو ويليامز تزلزل الميركاتو. يا عشاق برشلونة، استعدوا لخبر طال انتظاره وسيقلب الموازين. المستقبل يبدو أكثر إشراقا من أي وقت مضى. إذا كنت من عشاق برشلونة الحقيقيين فلا تفوت الفرصة. اشترك الآن في قناتنا برسا زوم وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وكن أول من يعلم بكل تفاصيل مستقبل نادينا العظيم. تتوالى الأنباء السارة من قلب كاتالونيا. صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية كشفت عن تطورات مثيرة للغاية تؤكد أن برشلونة يسير بخطى ثابتة نحو بناء فريق الأحلام. الأمور تسير بسرعة البرق في مكاتب النادي، والنتيجة ستبهر الجميع. وصلت إدارة البلوغرانا إلى اتفاق تاريخي مع الموهبة الصاعدة نيكو ويليامز. ليس مجرد اتفاق عابر، بل عقد يمتد ل6 سنوات كاملة ليضمن تواجد هذه الجوهرة الإسبانية في قلعة الكامب نو لسنوات طويلة قادمة. هذا يعني أننا سنشهد إبداعات ويليامز في خط هجوم برشلونة حتى عام 2030، وهو ما يبعث على التفاؤل والحماس في نفوس كل مشجع. ووفقا للصحفي الموثوق سانتي أونا، سيحصل نيكو ويليامز على راتب سنوي ضخم يقدر ب12 مليون يورو. هذا الاستثمار الكبير يؤكد مدى قناعة برشلونة بموهبة وقدرات ويليامز على إحداث الفارق وتحويل مسار المباريات. إنه تعاقد يعيد الثقة في مشروع النادي ويظهر جديته في استعادة مكانته على عرش الكرة الأوروبية. تخيلوا سرعة نيكو ويليامز الفائقة، مهاراته الاستثنائية في المراوغة، وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة. كل هذه الإمكانيات ستكون في خدمة برشلونة لتشعل الأجواء في الليغا ودوري أبطال أوروبا. هذه الصفقة ليست مجرد إضافة للاعب، بل هي رسالة قوية من برشلونة للعالم. نحن قادمون لاستعادة الأمجاد. استعدوا لموسم مليء بالإثارة والتشويق مع نيكو ويليامز بقميص البلوغرانا. خافير تيباس يهدد برشلونة. لهيب التحدي يشتعل في كتالونيا. كفى تيباس. لقد سئمنا هذه التحذيرات المتكررة، هذه التصريحات التي تحاول أن تضع العراقيل في طريق عظمة برشلونة. يخرج علينا رئيس رابطة الليغا خافير تيباس ليطلق رصاصات الكلمات التحذيرية، موجها سهامه نحو طموحنا المشروع. يقولها بصراحة وبصوت عال وبكل جرأة: انتبهوا يا برشلونة، لا تقعوا في أخطاء الموسم الماضي. إذا أردتم نيكو ويليامز وخوان غارسيا فسيتعين عليكم البيع وتعديل حساباتكم كثيرة. هل يعتقد أن هذه الكلمات ستقصف معنوياتنا؟ هل يظن أن هذا الترهيب سيجعلنا نتراجع عن سعينا للمجد؟ لا وألف لا. هذه ليست سوى وقود إضافي يصب في محرك شغفنا الذي لا يهدأ. برشلونة لم يكن يوما ناديا يستسلم، لم يكن يوما فريقا يرضخ للتهديدات. نحن النادي الذي ولد من التحديات، ومن قلب الصعاب صنع الأساطير. يتحدث تيباس عن أخطاء الموسم الماضي. دعوه يتحدث. نحن نتعلم من أخطائنا ونتحول منها إلى قوة دافعة لا يمكن إيقافها. صفقة لاعبين مثل غارسيا الحارس الذي يمثل المستقبل، وويليامز الجناح الذي سيشعل الجبهة الهجومية، ليست مجرد تعاقدات، إنها إعلانات نوايا، رسائل واضحة بأن برشلونة قادم ليعيد صياغة تاريخه، قادم ليفرض هيمنته من جديد على أوروبا والعالم. نحن ندرك حجم التحدي المالي، ونعلم أن الطريق ليس مفروشا بالورود، لكننا نثق في إدارتنا، نثق في قدرتها على إيجاد الحلول، على الابتكار
وعلى القيام بالخطوات الجريئة التي تليق بعظمة هذا الكيان. كل كلمة قالها تيباس، كل تحذير أطلقه، هو بمثابة تذكير لنا بأننا نسير على الطريق الصحيح، وأن قوتنا باتت تقلق المنافسين حتى خارج الملعب. دعونا لا نسمح لهذه التصريحات بأن تزرع الشك في قلوبنا، بل دعونا نجعلها شرارة تشعل حماسنا وتوحد صفوفنا. هذه ليست نهاية القصة، بل هي بداية فصل جديد من التحديات التي سيخرج منها برشلونة منتصرا كعادته. برشلونة أكبر من الجميع، ومعا سنصنع المستحيل. يا جماهير البلوغران الأوفياء، ارفعوا رؤوسكم شامخة، فلندعم نادينا بكل قوة، ولنرسل رسالة واضحة لكل من يحاول عرقلة مسيرتنا. برشلونة قادم أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى. هذه ليست مجرد تحذيرات، بل هي دعوة للتصدي لتحد سنخوضه معا وسننتصر فيه معا. فيسكال بارسا.